السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي معكم في جلسة جديدة، وتصادف هذه الحلقة حلول السنة الهجرية 1447. نتمنى لكم عام جديد مليء بالتوفيق، مليء بالنجاحات إن شاء الله، كل في اختصاصه وميدانه، ونتمنى إن شاء الله الأمن والأمان لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين. في الوقت اللي كيعيش العالم العربي غادي نتحدثوا على بعض المواضيع مختلفة، نتمنى باش تبقاو معنا حتى لآخر الحلقة. في الوقت اللي كيعيش العالم العربي هذه الأيام، العربي والإسلامي، الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، والذي أنهاه والذي كان بطله الرئيس الأمريكي في فيلم بوليسي قام بإدارة الحرب والسلام. ترامب قام بإدارة الحرب والسلام في آن واحد، فهاجم إيران من أجل القضاء على برنامجها النووي، وفي نفس الوقت طالب بوقف القتال والحرب بينها وبين إسرائيل، وفعلا تم وقف إطلاق النار بين البلدين في هذه الآونة، والجميع مشرئب لمعرفة من المنتصر ومن المنهزم في هذه الحرب التي أصبحت في الأخير حربا إعلامية، كل طرف يدعي الانتصار على الطرف الآخر. المهم، في هذه الظروف وفي الظروف التي تعرفها كذلك فلسطين السليبة، وفي يوم الجمعة فاتح العام الهجري الجديد، تقدم للأسف الشديد ميليشيات الجزائر على اعتداء شنيع على مدينة سمارة جنوب المغرب بإطلاق مقذوفات في مناطق فارغة ولكن قريبة من الساكنة وقريبة من ثكنة القوات الأممية المنرصة. هذا العمل نعتبره احنا عمل خارج السياق في الظروف اللي كتعيش فيها الأمة، هذه المخاض وهذه المشاكل التي تنهك الأمة. يأتي الأشقاء الجزائريين بسيناريو آخر، سيناريو الغدر والخيانة ومهاجمة المدنيين بمدينة السمارة المجاهدة جنوب المملكة المغربية. وبعد تبني ميليشيات الجزائر لهذا الهجوم، قدمت بعثة المنورسو شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة. بعد ذلك تنقلت وكالة الأنباء أن سلاح الجو المغربي دك هؤلاء الخونة وقضى على الشاحنات أو العربات التي كانوا يستعملونها في هذا الهجوم الغادر. والمؤسف أن هذا الهجوم يأتي أقل من 24 ساعة على تقديم السيناتور الأمريكي الجمهوري جو ويلسون، وبدعم من النائب الديمقراطي جيمينا نيتا، بمشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لتصنيف جبهة البوليزاريو كمنظمة إرهابية أجنبية. يعني في هذه الفترة يقومون هم بعمل إرهابي، وهنا كتطرح بزاف ديال التساؤلات. واش الهدف ديالهم هو تذكير العالم بأنهم عاد موجودين، أو الهدف ديالهم أن الجزائر تريد أن تورطهم ليسجلوا كمنظمة إرهابية للتخلص منهم؟ هذه تبقى تساؤلات مطروحة، الأيام كفيلة بالإجابة عليها.
هذه المسائل مؤسفة، ونتمناو الأشقاء الجزائر باش دائما كنقولوها يعودوا للرشد ديالهم. أما هاد الحرقة وهذا الحماس ديالهم لمعاكسة المغرب، فبدل الدفاع عن القضية ديال الشرق الأوسط يريدون إلهاء الشعب الجزائري وإلهاء العالم بأنهم مشغولون بشي حاجة أخرى ماشي هو الشرق الأوسط الذي يدعون أنهم يدافعون عنه. الجزائر تروج كذلك بأن المغرب دعم يعني إسرائيل بجنود، وأن هناك وفاة جنود مغاربة في إسرائيل. وهذا الشيء كتقولوا الجزائر، وهذه الإشاعات وهذه الأكاذيب والمغالطات كتقولها الجزائر بعد أن تناقلت وكالة الأنباء، بعض وكالة الأنباء، مقتل ضباط جزائريين كانوا متواجدين بطهران في إطار التعاون العسكري بين الجزائر وإيران. المهم الجزائر مازال ما عرفاش فين تتجه ولا كيف تتعامل مع هذه الوضعية الجديدة. والرئيس الجزائري كان في هذه الأيام استقبل المدير العام ديال شركة شيفرون المتخصصة في الطاقة وكذلك شركة اكسون موبيل، وهما شركتان متخصصين في الطاقة. أولا الهدف من هذا اللقاء، وهذا اللقاء ديال الرئيس الجزائري لأن كان ممكن يستقبلهم وزير ديال التجارة ديالهم أو الوزير الأول كاع، ولكن الرئيس الجزائري أراد استقبالهم لإرسال رسالة واضحة ماشي مشفرة، واضحة للأمريكيين بأن العلاقات الجزائرية الأمريكية يجب أن تتطور، وهما كيعرف الرغبة ديالهم في استغلال الطاقة واستغلال النفط والغاز الجزائري. لذلك هو استدعى هذه الشركات، هاد رؤساء الشركات، باش قالك سيدي يستثمروا في الجزائر. وخصكم تعرفوا بلي شركة شيفرون هي شركة متخصصة في الطاقة، وهي المزود الرئيسي لإسرائيل في المسائل ديال الطاقة والغاز، المسائل ديال البترول والغاز. والجزائر الآن بطريقة مباشرة تحاول أن تكون طرفا في التجارة بين الولايات المتحدة إسرائيل والجزائر، لأن هذه الشركة هي اللي كتزود إسرائيل بالغاز والبترول، والجزائر تريد عقد شراكة مع هذه الشركة باش هذا الغاز ديال الجزائر باش ما تكونش الجزائر بعيدة عن التطبيع، بل أكثر من التطبيع، لأن لما تمد الناس بالطاقة معناه أنك أكثر من التطبيع. هذا إضافة إلى طبيعة الحال في حرب أوكرانيا كانت الجزائر باش تقرب كذلك من الغرب وتقلع عليه هذيك الشابو ديال روسيا، قد تزود أوروبا وضاعفت الإنتاج ديالها باش تعوض الخصاص اللي تركته روسيا لما أصبحت غير مرغوبة، يعني توقفت التجارة معها وقاطعوها الأوروبيين. ثم الجزائر قدمت الغاز الجزائري إلى أوروبا، واليوم كذلك تقدموا شركة شيفرون اللي هي متعامل ومدعم لإسرائيل. كذلك نشير إن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد اللقاء ديالو مع الأفارقة قبل اللقاء ديالو، الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه الاعتراف بالجبهة الانفصالية ديال بوليزارو، ويؤكد أن لا أي دولة من الاتحاد الأوروبي لا تعترف بهذا الكيان الوهمي. كذلك غادي نتحدث اليوم على توشيح السيد عبد اللطيف الحموشي بوسام جوقة الشرف من درجة ضابط، وهو توشيح للأمن الوطني المغربي بكل فرقه وألوانه وأطيافه، وكذلك ضربة موجعة لبعض ناشري الترهات والأكاذيب على رموز البلاد ورجالتها المخلصين لبلدهم ولملكهم. تحدث كذلك على الرياضة. هناك اتفاقية
بين الليغا الإسبانية، حيث أصبحت شريك استراتيجي. الليغا الإسبانية أصبحت شريك استراتيجي لتطوير الكرة المغربية من خلال اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجامعة الملكية لكرة القدم والليغا الإسبانية برئاسة رئيس رابطة الليغا الإسبانية خافير تيباس ورئيس الجامعة الملكية فوزي لقجع. وسيتم وضع برنامج عمل يستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة الإدارية والمالية وتطوير أداء اللاعبين والأطقم الفنية، والاستفادة من الخبرة الإسبانية الرائدة في الأداء والتسويق الرياضي، إضافة إلى التحضير بطبيعة الحال المونديال 2030 والتعاون في هذا المجال. الحرب التجارية بين أمريكا والصين. هناك اتفاق تجاري جديد بين واشنطن وبكين، يعني ينعش الأمان وينهي الحرب التجارية الطويلة بين بكين وواشنطن، وربما يكون فيه فوائد العديد من الدول، لأن هذه الحرب التجارية ستؤثر على الكثير من البلدان في العالم. شنو كذلك على واحد الباحث موريتاني، دعا الباحث الموريتاني الحسن ماماديك رئيس مركز إحياء البحوث والدراسات سلطات بلاده إلى دعم واتخاذ موقف واضح بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وللمغرب من خلال الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء وفتح قنصليات بالعيون والداخلة. تحية لأهلنا بموريتانيا. الرئيس ترامب من خلال رغبته في إحلال السلام كما يصرح بذلك، أبرم اتفاقيات سلام بين الهند وباكستان وبين إيران وإسرائيل، واليوم بين رواندا والكونغو الديمقراطية. هذه الحرب بيناتهم اللي كانت حرب صعيبة، نزاع مسلح كبير بين قبائل متداخلة. رواندا والكونغو الديمقراطية يوقعان على اتفاق سلام نهائي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبوساطة قطرية. المهم الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة تنزيل هذا الاتفاق السلام، تنزيله على أرض الواقع نظرا للمشاكل اللي بيناتهم، اللي يصعب يعني بسهولة يوضع حد لهذا النزاع بين الشعبين، بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. نقلوا كذلك الجانب الرياضي، هو ترشيح ديال الصحافة الأوروبية والفرنسية لأشرف حكيمي للفوز بالكرة الذهبية. ومن بين النجوم كذلك اللي رشحوا أشرف لهذا التتويج هو زيدان مدرب ريال مدريد سابقا. نتمنى إن شاء الله لأشرف حكيمي كل التوفيق، خاصة وأن قدم مقابلات أخيرة في المسابقات ديال النوادي العالمية، مقابلات متميزة، وقدم كذلك الفريق ديالو مقابلات متميزة. نتمنى لأشرف الحكيمي كل التوفيق والنجاح، ونتمنى له مستقبل زاهر والفوز سواء بالكرة الذهبية الإفريقية والكرة الذهبية ديال الأوروبية كذلك. نتمنى المهم التوفيق لكل اللاعبين المغاربة ولكل العرب والمسلمين كاع اللي يلعب شي فريق، نتمنى له التوفيق. حقيقة الوداد قدم مقابلة ما كانش في المستوى اللي معودنا فيه الوداد، ولكن هذه هي الدنيا، لكل حصان كبوة ولكل سيف نبوة ولكل لسان زله.
لابد أن الفرق بعض المرات إما الظروف ما تكونش يعني غادية معها، وإما هناك مشاكل، وإما الفرق الأخرى تكون قوية، ولكن هكذا انتهت الوداد، يعني ما انتصرت حتى في شي مقابلة. نتمنى لها حظ موفق في المقابلات القادمة، ونتمنى لكل الفرق المغربية. ربما أطلت عليكم، المهم حاولوا تشجعونا دائما، كنطالبوا باش تشجعوا القناة اللي ربما راه دير حلقات قليلة بزاف، ولكن نتمنى لكم باش تشجعوها إن شاء الله، ونتمنى لكم كذلك انتم التوفيق والنجاح، ولبلادنا الأمن والأمان تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ونتمنى كذلك وإحنا مقبلين على فصل الصيف عودة موفقة ميمونة لأفراد الجالية المغربية بالخارج. مرحبا بهم ببلدهم وديما المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.